ويا صباح الفل، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد، روتين هادي كده، روتين الراحه النفسيه، روتين يوم الجمعه. بس يعني بصراحه كنت حابه انزله لكم يوم الجمعه، بس للاسف النت عندي فيه مشكله، فان شاء الله هحاول انزله لكم بكره ان شاء الله. بصوا، يوم الجمعة كده يعني يوم الراحة النفسية، يعني الجو بيبقى فيه سبحان الله راحة نفسية. فقبل ما نبدأ الفيديو كده ونشوف هنعمل ايه في الفيديو، ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان حطوا لي اللايك اللي يرفع الفيديو، واشتراك دعم منكم ليا، ان انتوا تشجعوني ان انا انزل فيديوهات تانية، ومستنية كمان تعليقاتكم الحلوة اللي بتساعدني. بصوا، روتين يوم الجمعة هو بيبقى يوم كده ما فيهوش ولا بقى صحيان ولا جري بقى، ولا اتأخرنا على المدرسة ولا اتأخرنا على الدرس، لا بيبقى يوم لطيف كده، بنصحى فيه براحتنا، بنتجمع فيه براحتنا. بس يعني احنا برضو بنصحى في ميعاد المدرسة، مش في ميعاد المدرسة بالظبط، بس خلاص احنا دماغنا اقلمت على الصحيان بدري. فبصحى اظبط كده الدنيا واروق كده الشقة، واخلي كده الشقة متروقة وجميلة، واشغل بخور، وتبقى الصلاة بدأت خلاص، اروح مشغلة الصلاة. عقبال بقى ما الصلاة تخلص بكون مجهزة الفطار. بعمل طبعا الفطار المتين اللي معروف بتاع يوم الجمعة، طبعا فول وطعمية وبطاطس والجبنة، لان بقية الايام بيبقى فطار كده اللي هو ايه، فاهمينه، اللي هو سندوتش جبنة، بسكوت، مش عارفة، حاجات اللي هي ايه يعني، ما بنتجمعش بمعنى اصح، لان بيبقى كل واحد على ميعاد مدرسته. هنا بدأت اجهز الفطار، يعني كل حاجة كانت عندي في التلاجة، ما جبتش اي حاجة من بره بصراحة يعني. كان عندي فول كنت مدمساه، وجبنه وبطاطس وبيض ومربى وخيار وزي الفل، وعيش كمان كان عندنا في الفريزر وزي الفل، ومية فل وعشر. بس كان عندي كمان عجينه طعميه، بس بصراحه ما مرضتش احطها، لان القولون بقى احنا عايزين نقضي اليوم كده يبقى لطيف وجميل وما يبقاش فيه وجع. وانا بصراحه لو كلت فول وطعميه هفضل طول اليوم تعبانه من القولون، يعني الله يعين كل واحد عنده القولون بصراحه، عارف يعني ايه بكليات. فحتى الفول والله ما اكلتش منه، يعني انا حتى لو باكل الميه بتاعه الفول بس عشان ما تتعبنيش قوي. بصوا، كمان سخنت العيش في الميكرويف، وكمان بدأت اقلي البطاطس في القلاية. بصوا، القلاية دي يا بنات دي قديمة قوي، يعني مش جديدة ولا حاجة، يعني القلاية دي متهيألي من اول ما القلايات بدأت تظهر، اللي هي قلاية الزيت، بس رهيبة، بتحمر البطاطس حلو جدا. وكمان عشان انا عندي العداد كارت بصراحة، لا يعني حسيتها ان هي موفرة في الكهرباء، ما بتسحبش كهرباء كتير، بس انا مخلياها للبطاطس، للبتنجان، للفلفل. لكن اللحوم بقى ليها في طاسة على البوتاجاز بصراحة. وده كده كان شكل الفطار، وخدناه كده وفطرنا في البلكونة. وتعالوا بقى شوفوا شكل المطبخ كان عامل ازاي بعد الفطار. تعالوا بقى نشوف منظر المطبخ. بصوا، ده كده فطار بس، يعني انا لسه ما عملتش غدا، عندي غدا من امبارح. دي مواعين عايزة تترص، وده عايز يتغسل، والدنيا دي عايزة تتظبط مطرح الفطار بس. فيلا بقى كده نتشجع ونظبط الدنيا مع بعض. زي ما انتوا شفتوا كده، ان والله المطبخ ده كان من بالليل كان رايق، يعني ما كانش فيه اي حاجة خالص، كنت منضفاه. بس طبعا دي مواعين الفطار، وطبعا الولاد اللي صحيوا وشربوا شاي بلبن ومش عارفة ايه طبعا، وانا كمان بجهز الفطار. اي حاجة دايما انا بحب اعملها وهتريحك جدا، ان اي حاجة في التلاجة شايفة ان خلاص محدش هياكلها، باظت خلاص، داخله على البوظان خلاص، لا وانتي بتجيبي اي حاجه من التلاجة خلي ايديكي في التلاجة. يعني طبق، التلاجة مثلا وقع فيها حاجه مسحيها، حله ملهاش لازمه فيها حبه اكل صغيرين، حطيهم في علبه صغيره في الفريزر في التلاجة. وابدأي طلعي الحاجه بحيث ان انتي ما تخليش تلاجتك دايما مكركبه، ودايما منظمة، وبتبقى نظيفة. يعني انا وانا بجيب اي حاجة من التلاجة بشيل اي حاجة ملهاش لازمة معي. ففي كمان مواعين كنت مطلعاها من التلاجة خلاص، شايفة ان الاكل ده خلاص مش محدش هياكله تاني، مش الاكل كويس وانا هرميه، لا خلاص هو خلاص ما خلاص بدأ، حسيت ان هو ليه ريحة، بدأ يبوظ خلاص ملهوش لازمة تاني، فطلعته وخدت المواعين كمان معايا. خلاص بدأت اظبط كمان القلاية، من الحاجات اللي دايما بحب اعملها والله يا بنات، دايما بحب اعمل الحاجات دي، دايما بتحسي ان مطبخك نظيف، شقتك نظيفة، حتى لما تيجي تعملي تنظيف ما بتتعبيش، يعني بتحسي ان انت كأنك روقت الترويقة العادية. المناديل الوايبس دي جميلة ورخيصة مش غالية. يعني أنا بصراحة ما جربتش اللي هي بتاعت مزيلة الدهون، بس نفسي اجربها. لو انتوا جربتوها قولولي حلوة ولا هي زيها زي المناديل الوايبس العادية.
دايما بخلي عندي مناديل الوايبس دي، القلايه خلصتها بمسح على طول، بلمع، هي بتبقى فيها زي رغوه كده، بتلمعي اي بقع زيت، اي طرطشه زيت، فالقلايه تبقى دايما نظيفه معايا. بعملها غسله واحده مثلا في الشهر، اللي هي من جوه، لان طبعا هي كهرباء ما ينفعش تغسليها بميه كتير علشان ما تبص. عشان كده انا محافظه عليها، يعني دي بقالها كتير، متهيألي من اول ما اتجوزت، من 14 سنه معايا، يعني ما شاء الله ربنا يبارك. عشان انا الحاجه اللي بتكلم عليها بفوز. ف بحافظ عليها دايما، وانا واقفه لقيت حاجه مبقعه اعملها. يوم الخميس اروح عامله غدا يقضي يوم الجمعه، علشان خاطر ما بقاش واقفه اعمل غدا. لو الولاد نفسهم طبعا في حاجه حلوه اعملها لهم. هتلاقوني هنا كمان في الفيديو عامله معاكم قراقيش تقعد معايا الاسبوع، بحيث ان الصبح ما معوزش اجيب بسكوت، معوزش اجيب فايش، معوزش اجيب بقسماط من الفرن. يبقى عندي حاجة. وفرت ب4 كوبايات دي، عملت رقيش تقعد معايا اسبوع 5 ايام. فدايما خلي ايدك في حاجتك، يعني انا بلاحظ ان لما نخلي ايدينا في حاجتنا بتبقى نظيفة ومش مرهقة. لكن هتسيبي الحاجة، لا هتلاقيها بقى، يعني انا بصراحة ساعات بسيبها، مضحكش عليكم. بس لما اجي اعمل تنظيف ببقى مخنوقه، حاسه الحاجه ما بتنضفش، الحاجه تعبتني هلكتني في التنظيف. فلما بحط ايدي فيها على طول، اي حاجه اتوسخت على طول اول باول، بلاقي دايما الدنيا معايا نظيفه. ولما باجي اعمل تنظيف عميق بلاقي دايما الدنيا معايا نظيفه. حاسه ان انا رغيت شويه، بس سامحوني لو برغي معاكم، بس انا حابه اتكلم معاكم كده كاني بكلم اخواتي صحابي، ندردش مع بعض. بصوا انا هنا بدأت اغسل المواعين، وبدأت كمان اغسل المطبقية، لاني حسيتها ان هي عايزة بس تشطف كده بشوية مية، ولمعت تحت منها الرخامة علشان ابدأ احط المواعين فيها. عايزه اقول لكم جميله جدا، جميله، بتشيل كميه مواعين غير عاديه، ومش المواعين مش بتقع منها، فحلوه جدا. انا ما بحطش فيها الاطباق والكوبايات، لان الاطباق والكوبايات عندي مطبقيه فوقيه كده وانا واقفه بغسل، برص فيها الاطباق والكوبايات بس. لكن المواعين التانية بقى اللي هي بتترص في المطبخ، اللي هي بتحطيها تتصفى، يعني اللي هي المطبقه اللي فوقيه دي بتصفي كده في سلفيس كده ستانلس، وانا بشيله كل يومين كده وافضيه، هو بيتفضى بس بيبقى عامل زي رواسب كده، بغسله. ف فهي بتشيل بصراحه كميه مواعين حلوه جدا. بصوا زي ما قلت لكم اهو، دايما ايديا في الحاجه، يعني التوابل لقيتها بس متلحوسه شويه كده مطرح ما كنت بعمل الفطار، بدات المعها، خدت الزياده كمان معايا، خدت الكوستر كده كله بالمناديل المبلله دي، جميله وحلوه. الراديو برضو كمان لمعته. فبصراحة لما بلاقي ان احنا بنلمع الحاجة ايدينا فيها كده على طول بتبقى جميلة بصراحة، وبتبقى الدنيا نظيفة كده، وانتي تبقي واقفة في المطبخ كده مبسوطة ان انتي هتعملي حاجة. خلاص كمان بدأت اغسل البوتاجاز. عايزة اقول لكم البوتاجاز بلاش تستخدموا فيه المواد اللي هي بتاعة التنظيف، ازالة الدهون والحاجات دي. خلي ايديكي فيه دايما، هتلاقيه زي الفل. يعني انا ما بستخدمش للبوتاجاز الا صابون ونقطة خل بس بسيطة، عشان تدي اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها. وكل اسبوع بمسكه اغسله كله، يعني كل اسبوع بمسكه اغسله كله، بيتعبنيش يعني، بيبقى نظيف، بس بغسله كله بالفرن، بالصجان بتاعه الفرن بكله. هنا خلاص المطبخ كان زي الفل، وكان زي القشطه كده، والفوط غسلتها وسبتها تتنشر. تعالوا بقى نعمل حاجه كده حلوه للولاد. كانوا عايزين مني قراقيش بصراحه، كانوا طالبينها بصراحه يعني من الاسبوع، بس طبعا في الدروس والمدرسه و... وانزلي ودي وانزلي جيبي، ما فيش وقت بصراحه. فيوم الجمعه دايما بخليه للحاجات اللي انا حابه ان انا اعملها، اذا كان بقى رقيش او اذا كان عنايه شخصيه ليا انا كمان، من حقي انا كمان اتدلع. بصوا بقى عشان ما نتوهش بقى ورغينا كتير. بصوا القراقيش هنا عملنا ايه. حطيت 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم معلقه كيك شيف، وحطيت عليهم رشه ملح. ولو عندك شمر وينسون حطي، انا بحب الشمر واليانسون بس ما كانش عندي بصراحه. فحطيت رشه بسيطه كده من ريحه الكحك، هتلاقوني كمان شلت منها لان بتديها ريحه حلوه قوي. ريحه الكحك انا بحبها في كل حاجه، في الكحك بقى، في القرص المبسوسه، في القراقيش، بتدي ريحه حلوه. بس ما تحطيش كتير عشان دول 4 كوبايات دي، يعني ربع معلقه حلوه قوي. حطيت بقى زي ما قلت لكم تاني، هقول لكم تاني عشان انا رغايه معلش. 4 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح، معلقه كيك شيف صغيره، ورشه ريحه كحك او شمر وينسون زي ما تحبي، او كيس فانيليا زي ما تحبي. كوبايه ميه، حطيت عليهم معلقه ونص خميره علشان خاطر الجو ساقعه،
وحطي بتاع حوالي 4 معالق سكر عشان تديكي لون حلو، ولما تيجي تاكليها تبقى مسكرة شوية. هقلبهم كويس وهسيبهم على جنب يخمروا. هنجيب بقى المواد السايلة، لو انتي بتحبيها ناعمة قوي حطي كوبايتين، يعني نص مقدار الدقيق حطيه. لو انتي حباها ناعمة زي الكحك، انا بحبها شوية خشنة شوية علشان تستحمل لما نيجي نسقيها في الشاي بلبن. فبحط كوباية وربع سمنة والربع التاني زيت. ف لو انتي حباها ناعمة ممكن تحطي كوبايتين، لكن انا زي ما بقولكوا بالطريقة دي زي الفل اعملوها والله كانت تحفة على ضمانتي. هبدأ بقى اسيح السمنة يا دوبك تسيح بس مش تسخن، يا دوبك تسيح. وخلاص انا هنا كنت قلبت مقدار الدقيق كويس. بصوا خلاص هنا السمنة انا سيحتها يا دوبك سايحة بس مش سخنة، لان ده طبعا مش كحك مش هنعملها على السخن. هبدأ انزل كده بيها ونبدأ بقى نبس. اهم حاجة علشان تاخدي قراقيش ناعمة معاكي وحلوة، ما تبقاش زي البقسماط ناشفة كده. لازم تبسيها كويس، يعني بسيها على قد ما تقدري لحد ما تخلي كده كل الدقيق متغلغل بالسمنة والزيت كده. هنا طبعا انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 180، والقراقيش انا ما بخمرهاش، يعني يا دوبك عقبال ما الفرن يسخن. يعني انا بص انا ما شغلتش الفرن الا بعد ما خلصتها بصراحه، سبت الفرن يسخن حلو قوي. اهم حاجه سخني الفرن حلو قوي علشان الحاجه ما تطولش منك، وما تبقيش الحاجه كده لما تيجي تاكليها تحسيها مقدده كده. خلي الفرن يبقى سخن عشان الحاجه تبقى داخله على فرن سخن حلوه. وكمان تاخدي النتيجه حلوه وتحمر، ما تحتاجيش تشغلي الشوايه. يعني انا بشغل الفرن بصراحه واشغل المروحه بتاعه الفرن واسيبه يسخن كويس قوي، الحاجه بتحمر، ما بحتاجش بصراحه ان انا اشغل الشوايه. خلاص هنا بسيتها كويس قوي. هنزل بقى بكوبايه الخميره. بصوا انا نزلت بنص الكوبايه الاول علشان اشوف الدقيق، لان كل دقيق بيختلف، علشان بس ما تنزلش بكوبايه كلها وتحسي اني محتاجه دقيق تاني والحاجه تبوظ مني. فخلاص انا حسيتها ان هي كده محتاجه كمان حوالي ربع كوبايه، بس انا حطيت لها لبن لان اللبن برضو بيديها نعومه حلوه وطعم حلو. فخلاص بدأت اعجنها كويس وهسيبها بس ترتاح لحد بس ما اشغل الفرن يسخن، وبعد كده هبدأ اشكلها. بصوا يا دوبك حوالي كده ربع كوباية لبن مش اكتر، وهبدأ اعجنها كويس واشيلها زي ما قلت لكم كده. بلفها كده باي كيس عندك او اي ستريتش عندك وحطيها على البوتاجاز من فوق، والفرن بيسخن ياخد سخونية الفرن. خلاص انا هنا الفرن كان سخن عندي وبدات اشكلها. هنا لو انت حابه تحطي عجوه في الطبطبه اللي انت بتطبطبيها دي، تحطي العجوه وتبرميها تاني وبعد كده تقطعي، بس انا ما كانش عندي عجوه. بصوا عايزه اقول لكم على فكره حلوه، انا مش شغاله على الرخامه نفسها. هتلاقوا كده في فرق بين الرخامه والرخامه اللي تحت منها. الحته دي اللي كان الراجل قصصها لي بتاعه الحوض، فكنت بعملها كده للمعجنات. بصراحه حلوه احسن من المفرش السفره. هي القراقيش هنا مش هتاخد معاكي اكتر من تلت ساعة لو انت سايبه الفرن حلو وسخن حلو. وهنا كنت عامله كمان كيكه البراونيز، لو عايزين طريقتها قولوا لي انزلها لكم الفيديو اللي جاي. وبدات كده بقى اشغل كده مسلسل كده لو انتوا عارفين اسم المسلسل ده قولوا لي. المسلسل ده حلو قوي اسمه ايام الزهور، جميل جدا. انا بحب اتفرج عليه، يعني عايزه اقول لكم متهيألي دي المره العاشره اللي بتفرج عليه فيه، ما بملش منه ابدا لانه مسلسل حلو قوي. وابدأي كده بقى اعملي لك كوبايه شاي بلبن وخدي لك كده كام قرقوشه كده واستمتعي بقى وقضي اجازه كده لنفسك ولنفسك. عليكي حق فعلا زي ما بيقولوا. حابه بقى تعملي سكين كير اعملي، حابه تعملي تنظيف بشره اعملي، مش حابه تعملي حاجه خالص وحابه تقعدي كده تتفرجي على حاجه كده مع نفسك اعملي. ومستنيه تعليقاتكم في الفيديو، ومستنيه تقولوا لي ايه اكتر فيديو عجبكم في القناه. وما تنسوش كمان اللايك والاشتراك. وعايزه اقول لكم باي باي واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.